ضحكة حلوة وكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. انفراد لبوابة السويس حول ما أشيع عن عربية تخطف الأطفال أمام مدرسة عمر بن العاص. قابلنا مدير المدرسة. أصل الحكاية نتعرف بحضرتك الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. علي محمد نديم، مدير مدرسة عمر بن العاص. ما أثير من إشاعات يعني مجرد إشاعة أصدرها طالب داخل المدرسة، كان نتيجتها إن بعض الطلبة عرفوا الموضوع دوت، وبعد الاستفسار طبعا والتأكيد من الولاد عرفنا إن هي إشاعة. وزي ما أنت شايف حضرتك إحنا مأمنين كل المدرسة في المروح وفي الدخول ومفيش أي حاجة بالنسبة للموضوع. بخصوص وهي تعتبر بالنسبة لنا الواقعة الأولى اهتمام جميع المسؤولين بالإشاعة. أنا فعلا بشكر السادة المسؤولين وعلى رسول السيد المحافظ والسيد السكرتير العام اللي حاضر بنفسه، والسيد رئيس الحي والأستاذ وكيل الوزارة الأستاذ أحمد عرابي والأستاذ وكيل المديرية والداخلية اللي هي أرسلت بسرعة على وجه السرعة بعض أفراد الداخلية وتأمين المدرسة. كل الجهود مشكورة على توفير الأمن للمدرسة، ويتأكدوا إن دي مجرد إشاعات ومفيش أي حاجة. الحمد لله رب العالمين. إلى متى ستستمر الإشاعات؟ مش هنقول داخل محافظة السويس إنما داخل مصر كلها، وليه الإشاعة نفسها بتطلع وبتكبر؟ والله أدعو الله على فكرة إن إحنا بنعيش رئيس منتخب حر، يكاد إن البعض بيحاول ينول منه، لكن أرجو من الناس كده إن هي تطمن ونساعد الناس ونساعد رئيس الجمهورية بزيادة جهودنا وزيادة المجهود، والكل يعمل ويشتغل على فكرة وبدون بلبلة وبدون إشاعات، لأن دي إشاعات مغرضة الغرض منها مش عارف يعني حالة بلبلة غير مرضية للناس كلها. فإن شاء الله بإذن الله مصر محفوظة وفي أمن بإذن الله إن شاء الله. أنا سعيد بمعرفة حضرتك وشكرا. أشكرك وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في سابقة تعد الأولى من نوعها توجه مدير التربية والتعليم أستاذ أسامة وكيل مديرية التربية والتعليم، المهندس محمد مرسي سكرتير عام المحافظة، الأستاذ أسامة البحيري رئيس حي الأربعين، مندوبين من شرطة مديرية الأمن ومباحث الأربعين، لطمأنينة وبس طمأنينة في قلوب الأطفال في مدرسة عمر بن العاص الابتدائية حول ما أشيع من إشاعة وتداول بين الأطفال إن في عربية بتعدي بتخطف العيال. إحنا جبنا الأطفال اللي تعرفه. كل اللي حصل ده حضرتك إشاعات، وحضرتك اهتميتوا وجئتوا إلى مدرستنا وشرفتونا حضرتك. أنت فعلا شفت في حد حاول ياخد عيل أو كده؟ لا، كل اللي حصل ده إشاعات. طب لما دخلت الصبح ولقيت مدير التربية والتعليم ووكيل المديرية والناس ديت جايه بتكلمكم، كنتوا فرحانين ولا زعلانين؟ فرحانين، وحضرتك طمنت قلوبنا. شكرا. اسمك ايه؟ رحمة. سنة كام؟ سنة 7. ايه اللي حصل في المدرسة بقاله يومين؟ لا، ما حصلش حاجة، ده هما لما اتكلموا يعني خوفوا العيال. مين اللي اتكلم؟ هما يعني العيال الصغيرة على المخافة. واحنا لما النهارده جه عندنا المحافظ السويس طمنا، ولما شفناهم الوكيل طمنا عادي. يعني انتوا فرحانين ان هم موجودين يطمنوا عليكم؟ احنا عادي. حسيتوا ان الناس الكبيره تهتم بيكم؟